حساب نادي النصر من تالي. انا ما شفت تغريده فيها شيء، ما ضم صوتي صوتكم صراحه، بس من تالي مثلا على سبيل المثال لا تتبع اي شيء يصير فيه رده فعل من الجمهور. فلان وفلان عيالنا، والله خلينا نغير لنا تغريده، فجاه اشوف تغريده بدون اي انفوجرافيك بدون اي شيء. غيابات الفريق اعتقد فجاه في اشياء قاعد تصير في نادي النصر، وتحس انه وكانها يعني قرارات احاديه، شخص واحد يتخذ القرار ويلا وغرد. لا، اذا جيت تضغط نشر لازم تفكر، انت قاعد تنشر في حساب نادي النصر. نادي النصر اللي قاعد يوصل حسابه الى مليارات من المتابعين، نادي النصر اللي فيه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش وغيره من اللاعبين الموجود، بنتو وغيره من اللاعبين ولابورت وغيره، ويتابعونك على مستوى ليس فقط على مستوى محلي، وليس فقط على مستوى الشرق الاوسط، ولا على مستوى اسيا، وعلى مستوى العالم اجمع. لازم تعرف انت وش قاعد تغرد عنه وش قاعد تكتب عنه. لا يمكن في حال من الاحوال اليوم تنزل تغريده في نادي النصر وتحذفها، اليوم تنزل تغريده ترد رده فعل على الجمهور، وترجع يطلع غلط كلامك ويطلع كلام الناس هو الصح، وتنفي على العالم ويطلعون الناس هم الصح. غلط ترى اللي قاعد تسويه. على سبيل المثال تاليسكا ما راح يمشي، تاليسكا وهذا وما ادري ايش وهذا مشى تاليسكا. اليوم نواف وغريب عيالنا، نواف العقيدي مو موجود اليوم في نادي الفتح من اجل المنتخب السعودي، ممتاز اللي عملت اداره نادي النصر. من كان من الاولى ان محمد العويس يروح كمان من اجل المنتخب السعودي، موجود، لكن انت ضعف دكتك في النصر وزود عليها مثل تغريده هذه رجال يضمك وبالاهداف ونجوم ما ادري وش ذا. يعني معليش، يعني ما قاعد دير منصه اعلاميه لنادي اسمه نادي النصر، فيه متابعين بالملايين على مستوى العالم كله. معليش يعني كريستيانو رونالدو اليوم يغرد يحط منشن لحسابك، المنشن هذا الحاله شوف من بيشوفونه، هي احمد اللوقان